السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلاوية حبايب قلبي، أولا النهاردة قبل ما نبدأ فيديو النهاردة وحلقة النهاردة والحديث عن مباراة النادي الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر، نقول ألف مبروك للنادي الأهلي ومشجعين النادي الأهلي. الفوز النهاردة بثلاثية نظيفة على إنبي، والأهلي في انتظار الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، والأهلي إلى نهائي كأس مصر. ألف مبروك فوز النادي الأهلي بثلاثية. الأجمل النهاردة فوز النادي الأهلي على إنبي 3-0، والاجمل كمان النهارده صفقات النادي الاهلي الجديده بنشوفها بتسجل، خاصه ان موديست بيضيف الهدف الثاني للنادي الاهلي، امام عاشور بيضيف الهدف الثالث، والنهارده احتفال امام عاشور ده هيعمل حرقان جامد قوي. وكمان شفنا الطياره بتطير برقم 22 امام عاشور. الف مبروك فوز النادي الاهلي والوصول لنهائي كاس مصر في انتظار الفائز من مباراه بيراميدز والزمالك. معكم حسن نور، قناه على اليوتيوب، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت تكملوا الفيديو معايا للنهايه وتصلوا على النبي، ونبدا الفيديو على بركه الله. وما تنساش تعمل لايك للفيديو. الاهلي وانبي في نصف نهائي كاس مصر، كلنا متوقعين النهارده فوز النادي الاهلي على انبي، لكن مارسيل كولر مصمم دايما، هو ملك الثلاثات، واي مباراه لازم نفوز فيها 3-0 او 3-1، المهم 3 وخلاص. الاجمل النهارده الاهلي قدم مباراه كويسه جدا واداء ممتاز للنادي الاهلي. بنشوف علي معلول باص الرقم خاسي، الهدف رقم 50 معاه للنادي الاهلي في كل المسابقات. موديست بيسجل الهدف الثاني، امام عاشور بيسجل الهدف الثالث. واحتفال النهارده امام عاشور بيضرب تعظيم سلام لجماهير النادي الاهلي. شفنا الطياره بتطير برقم 22. الاحتفال ده مش عارف هقول لكم هيعمل ايه يا جماعه والله، وهتشوفوا الناس على السوشيال ميديا. عموما النهارده الاهلي ادى مباراه كويسه جدا، انا شايف ان بيرسي تاو ادى اداء ممتاز جدا. حسين الشحات النهارده ما كانش في مستواه. لعيبه النادي الاهلي ومارسيل كولر بدا بالتشكيله في حراسه المرمى محمد الشناوي، محمد هاني باك يمين، علي معلول باك شمال، وياسر ابراهيم محمد عبد المنعم. اما في الوسط ليو ديانج ومروان عطيه وقفشه، والثلاثي الهجومي النهارده موديست وبيرسي تاو وحسين الشحات. كانت مدعكه النهارده فوز النادي الاهلي باداء ممتاز واداء رائع وثلاثيه نظيفه. النادي الاهلي بالرايق وعلى الرايق ادى انبي 3 ووصل مرتاح لنهائي كاس مصر، والنادي الاهلي في انتظار بيراميدز والزمالك. ويا مرحب باللي يجي النادي الاهلي عند الاستعداد، وان شاء الله النادي الاهلي يتوج ببطوله كاس مصر. نتمنى ان شاء الله فوز النادي الاهلي ببطوله كاس مصر ونهائي كاس مصر باذن الله، بيراميدز او الزمالك مش مهم مين اللي هنقابل. خلينا في مباراه النهارده النادي الاهلي. وفي الشوط الاول علي معلول بيستطيع تسجيل الهدف الاول من ضربه جزاء في الدقيقه 30. النادي الاهلي كان لاعب مباراه كويسه جدا، بس انبي عاجبني، انبي فريق منظم دفاعيا، بس النادي الاهلي عناصر النادي الاهلي فايقه النهارده. مارسيل كولر مصمم ان هو يطلع من المباراه فايز، مفيش هزار. النهارده دي مباراه نصف نهائي كاس مصر، الفوز فيها مهم جدا والخساره مش هتتعوض. لعيبه النادي الاهلي كانت النهارده على قد المسؤوليه وادوا شوط اول ممتاز، ضاعت بعض الفرص. النهارده انبي بغت النادي الاهلي، وطبعا انبي فريق يحترم، وبصراحه انا عجبتني كورته النهارده قوي، مش خايف من النادي الاهلي وبيلعب كوره مرتاحه وعنده هجمات مرتده وعنده لعيبه سريعه، وكمان المنظومه الدفاعيه النهارده والتمركز الدفاعي وموديست. ناس كتير هتطلع تنتقد هدف موديست النهارده، هيقول لك الراجل مش مسدس تسديده تمام، ده خبطت في اللاعب واتسجلت هدف. الكلام الفاضي ده كله، هي لازم تكون موفق يا صاحبي. اللاعب لازم يكون موفق في الاهداف في كره القدم. انت ممكن تسدد 100 تسديده ما تجيبش هدف، ممكن تسدد بقلشه تسجل هدف. شفت هدف جريزمان النهارده في دوري الابطال، هدف اتلتيكو وهدف الفوز لاتلتيكو، يعني جاي سبحان الله. جريزمان لو شاطها 1000 مره مش هتسجل هدف. فدي كره القدم. موديست النهارده انا شايف دي بدايه، يعني بدايه تنديع ندعت مع موديست. الهدف بتاع النهارده هيدي ثقه لموديست ويفتح نفسه على التهديف، والراجل هيكون عنده ثقه بالنفس. واولا المهم يعني اي لاعب واي مهاجم سوبر يجي نادي كبير في البدايات لازم يثبت نفسه، لازم يثبت نجاحه. لو ما ثبتش نفسه في
البدايات، فانت اركن على جنب بقى، هنشوف مهاجم غيرك. وزي ما طلع مارسيل كولر صرح وقال موديست احنا مش جايبينه باستمرار، احنا جاي عشان يحل ازمه المهاجم، لكن النادي الاهلي هيحسم صفقه مهاجم سوبر في الميركاتو الشتوي. فالراجل ده جاي يلعب معانا مباراتين او 3 او 4 شهور، او نشوف موديست ممكن يتالق مع النادي الاهلي. لكن انا شايف جريه موديست في الملعب غريبه شويه، لاعب ما عندوش لياقه بدنيه عاليه، فدي مشكله موديست. اما مع العاب الهواء النهارده، لكن الحمد لله حالف الحظ وكان موفق النهارده بتسجيل الهدف الثاني للنادي الاهلي، نفسه اتفتحت والحمد لله. اما امام عاشور اللي كانت كل الناس منتظره ان امام عاشور لازم يسجل هدف النهارده في بطوله كاس مصر في نصف نهائي كاس مصر امام انبي، او يسجل هدف المباراه اللي فاتت للنادي الاهلي. فطبعا الحمد لله ربنا وفق امام عاشور النهارده وقدر يسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي من تسديده ممتازه جدا. غير كده كان الاحتفال شيك من امام جدا، وفي احترام لجماهير النادي الاهلي، وراح للجماهير واتضرب تعظيم سلام، وبعد كده عمل الطياره طيري زي احتفال ابو تريكه. ابو تريكه دايما اللي كان بيحتفل عشان امام عاشور طبعا لابس رقم 22، واحتراما لابو تريكه احتفل على طريقه محمد ابو تريكه النهارده. الاحتفال ده كله كوم والمباراه كوم، الناس كلها هتسيب المباراه وهتمسك في الاحتفال النهارده، احتفال امام عاشور. امام عاشور مبسوط جدا في النادي الاهلي، وبدايه كويسه جدا ان هو يسجل هدف. شفنا احنا امام عاشور ما كانش موفق في التسجيل، لكن كان بيعمل اسيستات مع النادي الاهلي وبيساعد زمايله في تسجيل الاهداف، كان كهربا او حسين الشحات او بعض اللعيبه، رضا سليم. عموما امام عاشور بدايه كويسه ان هو يسجل في نهائي كاس مصر، ولسه في نصف نهائي كاس مصر، ولسه المباريات جايه كتير للنادي الاهلي، سواء بقى على الصعيد المحلي الكاس او الدوري او البطوله الافريقيه دوري ابطال افريقيا او السوبر ليج او نهائي كاس مصر او كاس العالم. فعموما جماهير النادي الاهلي عندها ثقه في لعيبه النادي الاهلي، وعندها ثقه في الصفقات الجديده للنادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يفوز في كل مباراه. النادي الاهلي النهارده امام انبي، بصراحة انبي يستحق الاحترام والتقدير على الكرة اللي اداها واللعب النهارده لانبي واللعب الجماعي، وانا شايفه فريق منظم. لكن قوة لعيبة النادي الاهلي، لعيبة النادي الاهلي بعد ما خسرت السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمة، خلاص ما عادش عندنا استهتار، ما عادش عندنا ثقة زيادة. ننزل اي مباراة ما ناخدش كده الخصم نستهتر بيه او في حاجة من تقليل من الخصم، لا نلعب على الفوز من اول دقيقة لاخر دقيقة. والحمد لله النادي الاهلي كان موفق جدا النهارده بالفوز على انبي 3-0. مارسيل كولر ملك الثلاثات، الاهلي دايما مفرحنا والحمد لله قدرنا نفوز. وفي انتظار بقى مباراه النادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز، والمباراه اللي جايه في الدوري للنادي الاهلي مع الاسماعيلي، وهم مستنيين ان شاء الله يوم 6 اكتوبر موعد قرعه دوري ابطال افريقيا. وعارفين طبعا قرعه دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي في التصنيف الاول مع صن داونز والوداد والترجي التونسي. ان شاء الله في انتظار مجموعه كويسه جدا للنادي الاهلي. انا عندي ثقه الموسم ده في النادي الاهلي كبيره، ما يهمنيش النادي الاهلي هيكون مع مين في مجموعه دوري ابطال افريقيا، ان انا واثق في النادي الاهلي. على سبيل دوري الابطال النادي الاهلي يقدر يعمل حاجه، عنده تشكيله كويسه من اللعيبه، سواء اللعيبه الاساسيه او اللعيبه الاحتياطيه. على الصعيد المحلي النادي الاهلي هيلعب مرتاح جدا في الدوري، النادي الاهلي على كاس العالم. نشوف النادي الاهلي بقى ومشواره الصعب، اولا اتحاد جده لو فاز على كولاندا سيتي، وكمان هنشوف بقى لو الاهلي فاز على الاتحاد هيقابل بطل امريكا الجنوبيه. اتمنى من مارسيل كولر كده يتوج بكل البطولات ويفرح جماهير النادي الاهلي، وجماهير النادي الاهلي طبعا في ظهر جماهير لعيبه النادي الاهلي وداعمه لمارسيل كولر اللي فرحنا ب5 بطولات السنه دي. فعلا احنا زعلنا ان احنا خسرنا السوبر الافريقي، لكن البطولات اللي جايه ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قدها ومارسيل كولر قدها، ونقدر نعوض ان شاء الله. وهنركز في الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا وكاس مصر وكاس العالم والسوبر ليج الافريقي. وفي اخبار بتقول انسحاب صن داونز من
من بطوله السوبر الافريقي. في ناس كتير طلعت واتريقت وفرحت وقالت لك 5 واخد الاهلي من 5. يا جماعه دي كره القدم. برشلونه خسر من بايرن ميونخ 8-2 عموما، وبرشلونه فايق وبيلعب جماهير التحفيل. دي كره القدم، مكسب وخساره. الاهلي فاز قبل كده على الزمالك 6-1، واي زملكاوي عينه قد كده، هو مفيش مشكله. لكن انا بقول ما يهزليش شعرايه سواء صن داونز في السوبر ليج او صن داونز خارج السوبر ليج او انسحب من السوبر ليج. انا النادي الاهلي عنده ثقه في الموسم ده. لو قابل صن داونز هيرقعوا 4 أو 5. النادي الاهلي الحمد لله كان عنده مشاكل في خط الوسط واتصلحت، والاهلي عنده خط وسط ممتاز، عنده دفاع ممتاز، عنده هجوم كويس جدا، عنده جناحات، عنده باكات، عنده حارس مرمى. النادي الاهلي عنده قلوب دفاع. الاهلي ما يتخافش عليه. الاهلي الموسم ده بالصفقات الجديده امام رضا سليم وموديست ان شاء الله النادي الاهلي قادر يحسم البطولات، قادر يفوز على اي خصم مهما كان قوته او مهما كان حجمه في اي بطوله. فانا الناس طبعا طلعت وقالت الاهلي صن داونز انسحب، يا بخت الاهلي مش عارف ايه. لا يا عم، صن داونز يكون موجود في البطوله على عيننا وراسنا، ومنافسه شريفه بين الاهلي وصن داونز. الاهلي قبل كده خرج صن داونز من دوري الابطال وتوج بالبطوله، مفيش مشكله. صن داونز فاز على الاهلي، الاهلي بيرجع يفوز على صن داونز. دي كره القدم. واحنا فاكرين ان الاهلي زمان في 2002 فاز على صن داونز 3-1. يعني تاريخ النادي الاهلي كبير. النادي الاهلي دايما فايز على كل الفرق وكاسر عينين الفرق. فاحنا مش محتاجين بقى حد يطبل ولا حد يزمر، كل واحد يخليه في فرقته ويشوف فرقته اول، وبعد كده ما يرجعش يتكلم على النادي الاهلي. ان النادي الاهلي تاريخه كبير، والنادي الاهلي معروف سواء على المستوى العالمي او التصنيف العالمي او التصنيف الافريقي او في افريقيا، والاهلي زعيم افريقيا. وعموما نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في كل البطولات، وجماهير النادي الاهلي ورا الاهلي في كل بطوله وفي كل مباراه، وبتدعم اي لاعب. ومحمود كهربا والزيطه اللي سامعينها بقى على غرامة كهرباء. عموما حرق في الزمالك اللي بيجي جديد على غرامة كهرباء لازم تتسدد. كهرباء يسدد الغرامة. عموما ان شاء الله كهرباء هيسدد الغرامة باذن الله. وجماهير النادي الاهلي دايما في ظهر كهرباء، وكهرباء هيسدد الغرامة. بس يا ريت مش عايزين هبد كتير. واتمنى ان شاء الله من ادارة النادي الاهلي تسدد غرامة كهرباء في اسرع وقت عشان اللاعب يكون في الفورمة. ونتمنى ان كهرباء في مباريات الدوري المصري اللي جاية يشارك اساسي ويشارك في تشكيله النادي الاهلي عشان يرجع لمستواه ويرجع للتهديف. وان شاء الله موفق دايما يا كهرباء، وكلنا معاك الفولت العالي كهرباء اللي عامل حرقان للدنيا كلها. عموما كده كان معكم حسن نور قناه على اليوتيوب. فضلا وليس امر، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويستنونا فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.